اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات R2 بالتعاون مع سبارك ستوديوز. النهارده تحليل القمه 129 وهنشوف مع بعض 3 اسئله مهمه هنجاوب عليها. مين اللي نجح في القمه، الاهلي ولا الزمالك؟ مين اللي خسر نقطتين، الاهلي ولا الزمالك؟ مين اللي قدر ينجح تكتيكيا، كولر ولا بيسيرو؟ وهل صلاح في السيتي؟ وهل بنتايج رايح الاهلي؟ كل ده هتعرفوا معنا في حلقه النهارده. كولر اخطأ في التشكيل اخطأ في التشكيل، حط اكرم توفيق باك يمين، حط كوكا في الشمال زي ما احنا شفنا في كرة الهدف بتاع نادي الزمالك. خطأ مشترك ما بين اكرم توفيق وما بين كوكا وما بين اشرف داري وما بين رامي ربيعة وما بين الشناوي، خطأ مشترك ادى للهدف ده بسبب خطأ في التشكيل اللي عمله كولر. طب نشوف ازاي. ادي معانا في الصور هنشوف ان اشرف داري والشناوي الاتنين اعتمدوا على بعض وسابوا الكرة تعدي ما بينهم. الكرة الاولى ان بن شرقي كان ماسك عمر جابر سابه لوحده، قدر ناصر منسي يلعبها لعمر جابر اللي لعبها بالعرض واحرز منها بنتايج الهدف. طب بنتايج ده مسؤولية مين؟ مسؤولية اكرم توفيق اللي اتحط في الباك اليمين. يبقى الخطأ في التشكيل أدى إن الأهلي يدخل فيه هدف التعادل. زي ما احنا شفنا كده في الفيديو إن في 4 أخطاء دفاعية مشتركة. أول حاجة إن رامي ربيعة ما قفلش على ناصر منسي وقدر يقطع منه الكورة. تاني خطأ إن كوكا وأشرف بن شرقي الاتنين ما قدروش يقفلوا على عمر جابر. الخطأ الثالث أشرف داري والشناوي. والخطأ الرابع إن أكرم توفيق ما قفلش على بنتايج وقطع قبليه وقدر يطلع كورة بره، ودي أدت إن يحصل هدف لنادي الزمالك. أما على الجانب الآخر هنشوف إن خطأ عمر جابر مع أشرف بن شرقي أدى إن الأهلي يقدر يحرز الهدف الأول. زي برضو ما هنشوف دلوقتي هدف الأهلي، هنشوف إن محمد شحاتة في وسط الملعب بيشاور لعمر جابر وبيقول له خلي بالك أشرف بن شرقي جاي منطلق من وراك، لكن عمر جابر طبعا بحكم السن السرعات مش متوافقة مع بن شرقي. بن شرقي قدر يعدي منه ويستقبل كورة جراديشار زي ما احنا بنشوفها دلوقتي مع بعض. ده بالنسبة للخطأ التكتيكي في المباراة. طيب احنا دلوقتي نقدر نقول ان كولر ارقامه مع الاهلي ضد الزمالك عملت عقدة نفسية للاهلي ضد الزمالك؟ لا، كولر لعب 9 مباريات مع الزمالك، قدر انه ياخد منهم 3 بطولات، السوبر المصري 2 ويكسب نهائي كأس مصر بطولة. طيب الزمالك قدر ياخد البطولة الاغلى السوبر الافريقي، قدر يكسب من كولر السوبر الافريقي. يبقى كده مجموع البطولات اللي كسبها الاهلي محليا 3 وافريقيا الزمالك كسب بطولة. طيب بقية ماتشات الدوري الاهلي كسب 2 ماتشين والزمالك كسب ماتش، والماتش الرابع كان انسحاب والماتش الخامس ده كان تعادل. لو هنتكلم بالارقام ما بين كولر وما بين بيسيرو فالاهلي عمل 18 هجمة، ال 18 هجمة 5 منهم فقط صحيحة بنسبة 28%. أما الزمالك عمل كام هجمة؟ عمل 5 هجمات منهم 4 صحيحة بنسبة 80%. فكان الأخطر في المباراة هو الزمالك. وكده نقدر نقول بعد تحليل الأرقام والأخطاء التكتيكية الكولر لو موجودة وبيسيرو لو أخطاء تكتيكية موجودة، نقدر نقول إن الزمالك هو اللي خسر 2 نقطة من مباراة الأهلي. الزمالك كان متفوق على الأهلي في المباراة دي، وشفنا ان الكرة اللي قبل الهدف على طول تم نقل الكرة 42 تمريرة بدون ما لعيبة الاهلي تضغط او تقطع الكرة. فكده الزمالك كان مذاكر الاهلي كويس جدا، وبيسيرو نجح مع الزمالك في المباراة الثانية ليه بعد تعادله مع بتروجيت 1-1 انه يتعادل مع الاهلي 1-1، مع ان سكواد الاهلي اقوى من سكواد الزمالك. محمود بنتايج والأهلي طلع كلام في الفترة الأخيرة بعد مباراة القمة إن الأهلي مش هيجدد ليحيى عطية الله، وإن هو مش هيفعل بند الشراء، وإنه بيحاول يتواصل مع سانت إتيان الفرنسي إنه يخلص منه محمود بنتايج. محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك، هو بيقول إن هو مرتاح في نادي الزمالك وإن هو هيجدد مع نادي الزمالك، وده اللي هنشوفه خلال الأيام الجاية. هل الزمالك ينجح في
في انه يجدد عقد محمود بنتايج ويفعل بند الشراء، ولا الاهلي هيقدر ينجح في ان هو يشتري عقد بنتايج من سانت إتيان الفرنسي؟ نخرج بقى من الدوري المصري وندخل على أبنائنا في الخارج. محمد صلاح تردد في الأروقة الأخيرة بعد ماتش مانشستر سيتي إن جوارديولا بيحتاج لخدمات محمد صلاح في الموسم القادم، وده لأن محمد صلاح لحد الآن لم يجدد عقده مع ليفربول، وليفربول لم يتواصل معه في تجديد العقد. هل نشوف محمد صلاح السنة الجاية مع عمر مرموش في مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، ولا هيفضل في ليفربول ويحقق الأرقام القياسية ويكسر الأرقام القياسية زي ما احنا بنشوف؟ نتمنى التوفيق لكل لاعبتنا المصريين في الخارج، ونتمنى أن يكون منتخبنا منتخب قوي أغلب لاعيبته محترفة بره، ونشوف لعيبة مصر في كل مكان. في ختام حلقتنا النهاردة نقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، ونتمنى ان احنا نشوفكم في حلقات تانية بإذن الله.